احنا عايزين ننتشر اكتر على السوشيال ميديا، عايزين يبقى في تواجد لينا، عايز اعمل ماركت بنتريشن. المفروض وانت ستارت اب لو شغال صح وبروفيشنال المفروض يحصل لك جروث. الموضوع بيبقى ليه امبليكيشنز بقى خطيره وقت ما نكون بنعمل بلان، وقت ما يكون في قرار استراتيجي بناخده. انت جايبني سي او الاورجانيزيشن او جنرال مانجر عشان في النهايه سوري ابقى كارتور. انا ما بقاش عارف انا مكمل صح ولا لا، واكمل امتى. يعني بعد ما قلت اكشن ودكتور في الاستراحه دي، يعني حته بقى الماتشنج او الستيج اوف ماتشنج، يعني ان انا اشوف ايه الاستراتيجيه المناسبه ليا انا كشركه، ايه بقى انواع الاستراتيجيز واختارها ازاي واطبقها ازاي. حاسس ان ده طبعا يعني موضوع يعني عميق شويه، يس ومحتاجين نفهمه وتفاصيله كتير الحقيقه، ولكن خلينا نستعرض العناوين الرئيسيه للاستراتيجيات. كويس. فانا عندي مثلا واحد زي أنسوف ماتريكس. يس. أنسوف عمل مجموعة استراتيجيات سماها الجروث استراتيجيز. الجروث استراتيجيز دي معنى جروث يعني ايه؟ نمو. برافو عليك، استراتيجيات نمو يعني بتكبر الحاجة اللي انت فيها. طيب فقسمها الى اكتر من كاتيجوري تحت الجروث. تمام. منها ايه؟ تفتكر انسوف ماتريكس ايه؟ انسوف يس. واخد بالك؟ يا اما اكزيست برودكت واكزيست ماركت. اوكي. او اللي هم بنسموهم ايه؟ penetration strategy، انك بتعمل ماركت penetration. خلاص. او اختراق للسوق. بالظبط كده، دي اول واحده. او ماركت ديفلوبمنت، اطور الماركت. بالظبط. اطور السوق. او برودكت ديفلوبمنت، اطور المنتج اللي انا شغال عليه. برافو عليك. طب انت الماركت penetration تعمله ازاي؟ دي رقم واحد. ان انا عايز اخترق السوق، عايز اوصل to invest a lot of money على الماركتينج بلان. ممتاز. يعني انا عايز اكبر حجم تواجدي في سوق محدد. ممتاز. بالبرودكت الوحيد اللي انا شغال بيه. كده الخطه الاستراتيجيه بتسكوب وبتأودت على الماركتنج بلان كمان. على الماركت طبعا. كويس. طبعا. كويس. فانا بعمل بنتريشن الماركت من خلال البنتريشن استراتيجي. فبركز على الماركتنج انفستمنت وبادجت عشان ازود الماركتنج كامبين، عشان ازود عدد الكاستمرز او البروسبكتس بقى in the same market. فانا لو مستهدف جيوغرافيك زونز 5 محافظات في سوقي، انا محتاج بدل ما ابيع في المحافظه دي ل10 بدل ما ماركت شير 20% انا عايز اوصل 40. ممتاز. يبقى دي اول حاجه الماركت بنتريشن. طيب تاني حاجه عايز اعمل ماركت ديفلوبمنت. هتقول لي هو الماركت نطوره ازاي؟ الحقيقه تطوير الماركت بتطوير مساحته، وبالتالي اذا زادت مساحته زاد عدد البوبوليشن والبروسبكتس اللي فيه. ازاي؟ بنخرج لمناطق جديده غير المناطق اللي انا كنت شغال فيها. ليه؟ لان انت ممكن يحصل لك ساتيوريشن جوه المنطقه اللي سعادتك فيها، انا والمنافسين كمان. طبعا. كويس. بس انت اللي سباق. انت عايز، احنا قلنا الهدف من الاستراتيجيك بلان ايه واستراتيجيك مانجمنت ايه؟ انك تحقق competitive advantage في النهايه خالص. تحقق ده الهدف النهائي بتاع اي استراتيجيك بلان. الكومباتيتيف ادفانتج اللي هي الميزه التنافسيه. what you have and the other don't have. اللي موجود عندي مش موجود عند غيري، اللي موجود معايا مش موجود عند غيري. كويس. ويبقى صعب عليه يقلدها. صح كده؟ ده هدف الاداره الاستراتيجيه او تحقق البروفيتابيلتي لاطول فتره ممكن. ممتاز. خلاص. يبقى ده الهدف الاساسي اللي انا بدور عليه. مهم ده يكون قدام عيني. اول ذا تايم وانا بعمل الخطه. اما انا بعملها ليه؟ مش منظره، مش عشان اقول انا بعمل استراتيجيك بلان، لا، عشان احقق منها هدف محدد يساعدني في احقق الفيجن بتاعتي. خلاص. كويس. واللي بيساعدني ايه؟ ان يبقى عندي كومبيتيتيف ادفانتج. ممتاز قوي. ميزه تنافسيه. خلاص. هو اصلا اوائل كتاب الاداره زي ما كنا بنتكلم مع سعادتك، يعني مايكل بورتر كتابه الاول، وده كلاسيكيات بقى الاداره الاستراتيجيه، اسمه كومبيتيتيف استراتيجي. بالظبط كده. يعني كنت هقول انا
سبحان الله انت سرينا ما احنا أيوة. هنوصل لها ايوه مع بورتر، لان بورتر بيعتبروه الجاد فاذر اوف ذا استراتيجيك، ابو الاداره الاستراتيجيه. واخد بالك. ف فنرجع تاني للماركت ديفلوبمنت. بالديفلوبمنت، فبطور الاريا اللي بشتغل فيها. كويس. يعني انا شغال بالمنتج بتاعي داخل القاهره الكبرى، عايز اخرج بره، عايز اطور الماركت بتاعي، طوره بان ازود مساحته، او بمعنى صح انا عايز ازود عدد المستفيدين او البروسبكتس اللي موجودين فيه. فهبتدي افكر ازاي اخرج لاسكندريه واسيوط. بصراحه احد الامثله الجميله اللي انا بشوفها شركه السويدي لما خرجت من مصر. مصر بقى ده انا طبعا السويدي شركه انترناشونال يعني، لكن لما عملوا كومبلكس هاب في افريقيا، يا اما في تنزانيا يا اما في كينيا، وبدا بقى قال لك انا بستهدف السبع ثمان دول دولت ابقى هاب اندستريال لكل الشركات المصريه او حتى الشركات العربيه اللي عايزه تعمل ماركت ديفلوبمنت، فابقى انا السنتر هاب بتاعهم يجي يشتغل. بالظبط. فده تفكير ممتاز بصراحة. طبعا ده طبعا ماركت ديفلوبمنت. طبعا. بطور، بقدم خدماتي والبرودكت بتاعتي في bigger geographical area، سواء inside the borders، وبالتالي ببقى domestic company هنا، انما بعمل ايه؟ market development. او اخرج بره outside the borders فاتحول الى international. طب انت هبقى مالتي ناشونال، انت بتسمع international وبتسمع domestic او local وبتسمع مالتي ناشونال. هنا لابسوا كتير مش فاهمين ايه الفرق ما بين الانترناشونال والمالتي ناشونال، ومتخيل انه واحد. لا مش واحد. او متخيل مالتي ناشونال ده يعني انا سوقت في اكتر من بلد فبقيت مالتي ناشونال. لا، انا بتحول من انترناشونال مجرد ما خرجت بره البوردرز ماركتنج او برودكتس، بقيت انترناشونال في دوله، في اتنين، في تلاته، في 10، في كل دول العالم برضه انترناشونال. امتى هبقى مالتي ناشونال؟ عندما اوجه استثماراتي لفورين دايركت انفستمنت ان اذر كالتشرز. كويس. يبقى اذا الفرق هنا ايه؟ هنا بقيت مالتي ناشونال. ليه؟ لان خدت الفلوس اللي في جيبي جزء منها استثمرت في بلدي، والجزء الثاني رحت استثمرته في السعوديه، فانا كده بقيت مالتي ناشونال. رحت لانجلترا، كده بقيت مالتي ناشونال، لان الماني بتاعي اوريجينالي استثمر في دول مختلفه، فاصبحت جنسيتي والبرودكتس طبعا عندي مالتي ناشونال. يعني طب حتى لو انا اشتغلت على كاستمرز من السعوديه او غيره، بقيت مالتي ناشونال، ولا لازم اروح اعمل هاب هناك؟ او لازم انفستمنت، لازم برانش هناك، لازم تاخد فلوس تستثمرها في الايكونوميك سايكل هناك. اكزاكتلي. كويس. هتبقى مالتي ناشونال. كويس. اذروايز تبقى انترناشونال، خرجت بره حدودك. اوكي. انا حابب البيزنس شوتس دي، يس. وهي دي فكره البودكاست. انه انا مع ان انا بدخل ان ديبث بفكره الاداره الاستراتيجيه، بس انا بخرج اروح على الماركتنج، وبخرج اروح برافو عليك، برافو عليك. التايبس اوف Yes. فيرم بتاعتي، Exactly. تبقى ناشونال، وشويه ونتكلم على الليدرشيب، وشويه ونتكلم على حته في السيلز. فيعني يبقى انا البورنس بتاعي عن البيزنس، لا يعني انا بوسع مداركي بالظبط، اكتر. برودر. دي حاجه لطيفه، الاطار اوسع واشبه، لان البيزنس ما يبقاش محصور في اريا محدده، وحتى لو حصل نفسه غصب عنه هيجيله الاذر بارتيز من البيزنس. انا بصراحه دايما لما بقعد مع سعادتك يا دكتور بحس بالجزء ده، يعني انا يمكن برضو بجانب حتى الخبره العمليه بتاعتك، بس انا بحس ان انت يعني برضو ايه، اتعاملت مع جنسيات مختلفه كتير، اتعاملت مع انواع شركات في قطاعات مختلفه يعني. بمنتاليتي مختلفه على فكره، وبستايل واستراتيجيز مختلف. انا قلت لي الشركه اللي حضرتك كنت فيها الشركه كانت مصريه. اتعاملت مع الامريكان، وتعاملت مع الالمان، وتعاملت مع الانجليز. اوكي. كاوريجين. انت اصلا بالمناسبه انت قعدت في امريكا كشخصيات فتره؟ طبعا انا قعدت في امريكا توتال حوالي سنه، قعدت في انجلترا حوالي سنه. فعاشرت دول وعاشرت دول، واشتغلت مع دول واشتغلت مع دول. كويس. والالمان كذلك. اوكي. بس انا ما عشتش في المانيا. بس كل الناس اللي اتعاملت معاها في الشركات الانترناشونال عن قرب جدا في البيزنس. الحقيقه في بيج ديفرنسز، بس الحقيقه اتعلمت من كل واحد فيهم نيو سكيلز
ايه بقى يعني الجنسيات اللي اتعاملت معاها يس وفي الاداره وفي التعامل امريكا ايه؟ they are very open mind, very risky taker, very pro marketing, unbelievable people في الماركتينج فظاع. اوكي وthey believe ان الماركتينج is the backbone اوكي والكورنر ستون of any business. ايفن ان انا عندي كواليتي في البرودكت او لا، او انوفيشن او لا، او ماركت ليدر ولا لا. بس the biggest budget بتتحط للماركتينج. يعني كنت شغال مع الشركه الامريكاني، عايز اقول لك ان الكوست اوف ذا برودكت يمثل 10% من البرايس بتاعه. 7%. احنا اخر حاجه شفناها لما 7% يعني عندي 93% above the real cost، منهم 40% for marketing. 40% فوق بعض. الامريكان كانوا محددين لي 40% of the selling price for marketing activity. Can you imagine 40%؟ it's a big number. صح. والار ان دي كام؟ واخد بالك الار ان دي كان حوالي 20%. الماركتنج اعلى من الار ان دي. يس اوكي. الالمان ضايعين في الماركتنج الحقيقه فعلا. اولا they are very conservative تماما. متحفظين جدا. ماركتنج مش في المنتاليتي بتاعتهم زي اي حاجه تانية، ما يعني ليميتيشن. اوكي غير الامريكان خالص خالص. اوكي عكسهم. ده زي محفوظ سردينه بقى، انا المعلم محفوظ سردينه واللي عايزنا يجي لي الايه بالظبط لحد عندنا بالظبط اسمي كده. كويس. الالمان تعلمت منهم الديسبلين الحقيقه. very systematic very organized اوكي task oriented فظاع. الامريكان لا، الامريكان very flexible it's open minded بس strategic thinking. الالمان ولا الامريكان الامريكان فكر لقدام دايما، وزيك بيهتم قوي بموضوع الاستراتيجيك بلاننج. وهتلاقي على مستوى العالم معظم الشركات الجاينتس والمالتي ناشونال اللي هم البيج نيمز امريكانز، وهتلاقي عندهم لازم استراتيجيك بلانز. this is their attitude. وهتلاقي الماركتنج عندهم very powerful. والانجليز الانجليز متحفزين جدا جدا الى حد ما عنصريين. اوكي عايشين على تاريخهم بشكل كبير. يعني هم حضاره، هم امبراطوريه يعني ما التي كانت عن الشمس. صحيح انجلترا كانت بتحكم تقريبا يعني 60-70% من العالم. اي بالظبط كده. صحيح. واخد بالك بس they are very very time management oriented حقيقة. دي فاليو برضو من الفاليوز اللي طبعا احنا اتكلمنا عنها. طبعا. اوكي الانجليز الوقت عندهم very important and they respected جدا. 2 في البيزنس الكوميونيكيشن سكيلز عالية جدا لانهم بيعتمدوا الكور سكيل. عارف يا دكتور احمد الكور اللي هو قلب الكوميونيكيشن سكيلز الذي يعطي له الحياة او الموت هو ايه؟ الاكتيف ليسننج. الاكتيف ليسننج هو الكور، بدونه مفيش كوميونيكيشن خالص. لان الاكتيف ليسننج عبارة عن 4 كورنر ستونز، مش حاجة واحدة مش حاجتين ولا 3 ل4. ايه هم ال4 دول؟ لان دي من المعلومات اللي مهمة قوي لأي حد. طبعا ازاي تتكلم دلوقتي عشان انا لازم اطبق بالظبط كده ينجح في حياته حتى على المستوى الشخصي اوكي او على مستوى البيزنس. لازم اذا ما كانش عنده مهارة الاكتيف ليسننج اللي هيسمع الكرايتيريا بتاعتها دلوقتي والكاركترستكس بتاعتها، لازم يدرب نفسه عليها لانها سكيل، ومعنى انها سكيل محتاجة ممارسة ومحتاجة تدريب عشان تتحول بعد كده
لعاده لطبع فيك. كويس. طيب ايه هم الاربع كاركترستكس بتوع الاكتيف ليسننج؟ الكوميونيكيشن بشكل عام بيني وبين سعادتك عباره عن حوار داير مني ليك ومنك ليا. عندما اتحدث فانا سندر، صحيح، وانا ريسيفر، وبالتالي بما ان انا سندر فانا كودر، ببعت المسج بتاعت الفيربال بكود معين. حضرتك دي كودر، بتفك هذه الكود او الشفره عشان تحصل على المعنى اللي انا بقوله، صح كده؟ طيب جميل جدا. مبدئيا لازم التواصل يبقى بنفس الايه، اللانجوج، يعني الكود بتاعي عنده ديكودنج عندك. لكن تخيل انا كلمتك مثلا بالياباني وقلت لك واتاشي وا اناتا او اشيتيرو، مش انا والله، ده ياباني حقيقي، واخد بالك؟ والله هترد عليا تقول لي انا عارف ني هاو خاو في خاو كويس، بس ده رد للي انا قلته؟ لا. خلاص. هاجي اقول لك ايش بريش كاين دويتش بالالماني، ما عندكش ديكودنج للغه الالمانيه فمش تفهم نقول ايه، اذا ما فيش تواصل، صح كده؟ انما احنا بنتكلم باللغه دلوقتي عندك الديكودنج بتاعها سواء العربي او الانجليزي، عارف تفسر المعنى للكلمات اللي انا بقولها. بس حتى ده ممكن يروح فوق اللغه، يروح حتى انا بتكلم بلغه بزنس، انا بتكلم بلغه ماركتنج، انا بتكلم بلغه فاينانس، ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. ده موضوع تاني. كويس. انما اتليست التواصل اهو بلغه واحده، فبيحصل كودنج ودي كودنج، وده بنسميه الفيربال كوميونيكيشن. هل ده كافي لتوصيل المعنى اللي انا بقوله لسعادتك؟ اطلاقا. طب ده يمثل قد ايه من المعنى؟ 7%. تخيل، فقط لا غير. 7% من معنى الحقيقي اللي لازم سعادتك تستوعبه مني، من الكلام اللي بقوله ده، بيدي لك 7% فقط، ولكن ليست كل الحقيقة. الباقي، الجزء الثاني بقى النون فيربال. النون فيربال بارت يمثل 93%، منقسم لإيه؟ لقسمين: تون اند فيربال، تون اند فويس، وبادي لانجوج. لغه الجسد والجزء الاولاني والتون والفويس. كويس. البادي لانجوج هي حركات الجسم، تعبيراتي، الاي كونتاكت، تعبيرات وشي. اوكي، 55% المعنى. اذا لها اهميه قصوى. والحقيقه لو جيت تعرف ما هو البادي لانجوج عشان اعرفه، الحقيقه هدي لك تعريف لطيف قوي وهيعجبك. هو السايلنت فويس اوف ذا فيلينجز، الصوت الغير مسموع، الصوت الصامت للمشاعر. انت ما بتقولهاش ببقك، بس بتظهر في البادي لانجوج بتاعتك. انت لما تشوفني وتقول لي ازيك يا دكتور هشام، اروح انا اقول لك كويس. انت سمعت ايه؟ كويس. هل هو اللي انت شفته مني ان انا كويس؟ لا يعني هايل. هنا في تضاد. على فكره الحاجات دي انا بحس ان هي لو احنا حسينا ان هي بديهيه، فانا بشوف في بعض الشركات الموظفين بيشتكوا منها في التعامل مع الدايركتورز، اصلا في التعامل مع اصحاب الشركه. بالظبط. ما بيسمعش غير نفسه، ما يعني مش عايز اقول برافو عليك، ما بيسمعنيش كتير. بالظبط. بحس انه لما طلب مني حاجه رحت عملت حاجه تانية. بحس ان انا قعدت مع الناس وعملنا ميتنج وفي الاخر ما وصلناش للي احنا عايزينه. هايل. ما هي فاذا البادي لانجوج توصل 55% من المعنى. اذا انا ما ركزتش عليها مع الفيربال اللي بيتقال هيحصل كونفليكت. طب الجزء الثالث عشان يوصل المعنى 100%، الفويس والتون. ماذا يمثله الفويس والتون؟ هو الفوليوم والسبيد، مدى ارتفاع صوتي المتغير ما بين جملة للتانية لموضوع للتاني، بيعكس لك مينينجز معينة ومشاعر معينة. والسبيد اللي بتكلم بيها سواء في السرعة أو في البطء أو في الميدل ستيج. إذن مع بعض كلهم يكونوا إيه؟ يكونوا بقية 100% من الاندرستاندينج للمعنى. دول بنسميهم 97%، دول الفيلينجز. يبقى أنا عندي فيربال 7% وفيلينجز 93%. يبقى أنا مهم كأكتيف listener
اهتم بايه؟ بالاثنين، مش بس بالكلام اللي بيتقال وانما بالفيلينجز اللي بيهايند الكلام اللي بيتقال من خلال البادي لانجوج والتون اوف فويس. خلاص؟ طب دول اتنين، باقي اتنين مهمين جدا. النقطة الثالثة please don't interrupt. عشان تبقى active listener ما تجيش في وسط الكلام وتروح قاطع اللي قصادك وتقول له لا الكلام ده مش مظبوط، او لا كده ما ينفعش، او بس انا عندي هنا تعليق ما لو سمحتوا. لان الانتربشن في حد ذاته بيوصل نيجاتيف مسج، او النيجاتيف مسج بتروح للطرف اللي قصادك انك مش مهتم تسمع بقيه كلامه لانك قطعته ومش ما عندكش استعداد تسمع ومش مهتم تسمع بقيه القصه او بقيه الموضوع اللي هو بيتكلم فيه. وبالتالي ده من اول رساله سلبيه. تاني رساله سلبيه بتفقده الثقه في نفسه، في ان هو الكلام اللي بيقوله ده اي كلام ملوش معنى ملوش صدى محدش عايز يسمعه، فيبتدي يحصل له ايروجن للسيلف ستيم. اوكي، رسائل سلبيه جدا في الانتربشن. رابع حاجه please don't jump to conclusion. هتلاقي معظم الناس في حواراتهم وانت بتتكلم يقول لك خلاص فهمتك يا دكتور، عرفت انت عايز تقول ايه. يا ولد بيفهمها وهي طايره، الذكاء بيشر من عينين. فهمت ايه؟ انت فهمتش حاجه، انت لسه ما سمعتش للاخر. يعني كده طبعا من واقع التعامل مع كذا ناشوناليتي، صح كده؟ طبعا يعني الكلام ده واخطاء البشر مش عشان واخطاء البشر في الكوميونيكيشن سواء على المستوى الانساني والبزنس بقى اخطر، لانها بيبقى لها تاثير سلبي جدا. لا وبيضيع وقت وممكن يضيع ريسورسز لان ده الكور اوف كوميونيكيشن، لان ما تفعله في الاخرين سيفعل بك. اذا انا في وقت من الاوقات حسيت ان الدكتور احمد is not an active listener to me, I will never be an active listener to him. وبالتالي احنا فقدنا ايه؟ الكوميونيكيشن اللي هي اساس everything in our life. انت بتحب اكتر واحد من اصدقائك مين؟ اللي بيسمعني بقى. الله ينور عليك. الله ينور عليك اهو. ده رد اوتوماتيك هتلاقي كل انسان يقوله. لا وحتى في عالم البيزنس زي ما سعادتك بتقول الموضوع بيبقى ليه امبليكيشنز بقى خطيره وقت ما نكون بنعمل بلان، وقت ما يكون في قرار استراتيجي بناخده او غيره. انا عشان اخد قرار مش لازم اسمعك للاخر، عشان افصل في قضيه مش لازم اسمعك للاخر، ولا اجي في النص اقول خلاص انا فهمت انت عايز ايه، او لا الكلام مش مظبوط. ما تسمع للاخر. وبالتالي الاكتيف listening is the core of communication. without active listening there is no communication. ممتاز قوي. اطلاقا. اسمح لي ساعتك نرجع لفكره الاستراتيجيز. حضرتك شفت معانا الماركت بنتريشن بالظبط، ثم بعد كده الماركت ديفلوبمنت بالظبط، رقم 3 واتكلمنا على البرودكت ديفلوبمنت. صحيح، برودكت ديفلوبمنت. انا ممكن اعتمد تطوير المنتج بتاعي، مش لازم اطلع منتج جديد على فكره. تغيير اي فيتشر في المنتج القائم يعتبر برودكت ديفلوبمنت، لان كل فيتشر هيكون لها فانكشن، وكل فانكشن هيبقى لها بنفيت زياده. اذا انا عملت ايه؟ ديفلوبمنت في البرودكت بتاعتي. وده الثيوري او الميثودولوجي اللي احنا بنتبعها في الماركتينج، وهو الفاب ابروتش: فيتشر، ادفانتج اند بنفيتس. دايما يقول لك سيل بنفيتس، دونت سيل فيتشر، ودونت سيل ادفانتج. هو يمكن ده دلوقتي اللي بتعمله بقى شركات السيارات حاليا، ان الشركات خصوصا بقى الشركات الصينيه والعربيات اللي بتنزل دلوقتي الامريكاني وكل حاجه دلوقتي، كل العربيات. بس قصدي اقول يعني العربيات الصينيه عماله تنزل فيتشرز، عماله تعمل برودكت ديفلوبمنت بشكل كبير. طبعا العربيات اللي نازله جديده دلوقتي براندات ممكن تكون سمعت عنها، زي مثلا شيري عندها كده جي تور، وده نيو براند نزل بقاله كام سنه، لكن نزلت نفس العربيه باسم تاني اسمه سو ايست. وتيجي تخش على الفيتشرز بقى تلاقي العربيه بتطير من جوه. بالظبط. عشان كده فهو كده بيعمل برودكت ديفلوبمنت. برافو عليك. وبيعمل كمان ماركت ديفلوبمنت، لان الشركات الصينيه لو بتشتغل على ماركت الصين، ماركت ديفلوبمنت يعني بيطلع بره الصين، وهو فعلا بيطلع بره الصين، بيطلع بره الصين طبيعي السوق المصري بشكل كبير. انما في الماركتينج
او في توصيل السيلينج كسيلينج سكيلز وفاب ابروتش هو مش صح قوي. ليه؟ لان في الفاب ابروتش بيقول لك ايه اللي هم الامريكان بقى، يقول لك ايه؟ سيل بنفيتس. وما هو بيسال بنفيتس برضه. السيل الفايده اللي توصلها لي، صحيح. ما يهمنيش اوكي الفيتشر دي ايه؟ الفيتشر هتفيدني ايه في حياتي؟ بالظبط هتفيدني ايه لما كده. استخدم المنتج؟ اكزاكتلي. كويس. انما اللي هحس بيه هو الفايده اللي هتنعكس عليا، الفاليو اللي هتنعكس عليا. يعني هتوفر لي فلوس، دي فايده هحس بيها. مظبوط. يبقى ده اللي تبيعهولي، ما تبيعليش فيتشر. ما تجيش تقول لي انا هبيع لك حله نيكل كروم. يا ولد، نيكل كروم صواب، انا مش فاهم يعني ايه نيكل كروم. صح، دي تمثل الفيتشر انها مصنوعه من نيكل كروم. طيب الادفانتج بتاعتها، على فكره في فرق، في برضو من الاخطاء الشائعه في الماركت فكره الادفانتج بتاعت البرودكت والكومبيتيتيف ادفانتج. ومعظم الناس لو سالت هتلاقي انهم فاهمين انهم واحد، مع انهم مش واحد خالص خالص، وديفرنس بيج ديفرنس بينهم. الادفانتج اوف ذا برودكت از ا فانكشن. تخيل، هي الوظيفه. وات داز ات دو، وات داز ات دو، بيعمل ايه؟ مش كومبيتيتيف ادفانتج خالص. بينما الكومبيتيتيف ادفانتج هي اللي لسه بتكلمين عليها، الهدف بتاع الاستراتيجيك بلان، هي الميزه التنافسيه التي تميزني عن المنافسين. اذا هناك فرق كبير ما بين الادفانتج والكومبيتيتيف ادفانتج، ما يحصلش خلط بينهم. كويس. هل ابيع الادفانتج؟ لا طبعا، ده فانكشن، ده هو اللي بيعمل. لان كل المنتجات بتعمل كده. بالظبط كده. الريموت كنترول بيفتح ويقفل ويغير لي القناه عن بعد، خلاص، ده فانكشن. امال ايه البنفيتس اللي عايز تقول عليها؟ عايز اقول ان النيكل كروم اللي عملنا منه الحل ده، الفانكشن بتاعته ايه؟ انتي اوكسيدنت، بيمنع الاكسده، هايل. بس البنفيت ايه؟ هيلثي فود. شفت بقى؟ يبقى اذا لازم اما اجي ابيع لك يا دكتور احمد عايز تاكل اكل صحي، طبعا، يبقى خد ده، لانه معمول من النيكل كروم اللي هو انتي اوكسيدنت. في النهايه البنفيتس اللي هتاخدها ايه؟ هيلثي فود. عشان كده we have to sell في التكنيكس الجديده you have to sell the benefits، لا هو الفيتشر ده حتى اللي بيعملوه في ولا الريل استيت. الادفانتج. يعني مثلا ماونتن فيو لما تيجي تتكلم دايما على الكومباوندز بتاعتها، الاعلان لما بنيجي نتكلم عليه عايز اوصل فيه ايه؟ سر السعاده في بيتك. برافو هو عليك. بيتكلم على السعاده حسيس. والكوميونتي. برافو عليك. فدي بنفيتس برافو. لانه المساحات الخضراء اكتر. طبعا طبعا. انت كل ما يمس، دايما قال لك the most effective advertising campaign اللي بتمس المشاعر. هتلاقي نفسك بتفتكر اعلان دمه خفيف ضحكك، او اعلان تاثرت بيه جدا لدرجه ان انت دموعك نزلت، فده لمس الايموشنز بتاعتك. طب الكومباتيتيف ادفانتج بقى اللي حضرتك بتقولي عليها، وليكن مثلا طلعت مصطفى الكومباتيتيف ادفانتج بتاعته انه دايما بيسلم اسرع من كل الناس ويمكن قبل الموضوع، دي تعتبر كومباتيتيف ادفانتج 100%. 100%. في شركه تقول لك we are the fastest delivery in Egypt مثلا، competitive advantage، بنسلمك في خلال 12 ساعه. ما هي دي ميزه تنافسيه لا يستطيع الاخرون تنفيذها، وفي نفس الوقت بتحل مشكله كبيره الكاستمرز كانوا بيعانوا منها، انك تحط اوردر وتقعد مستنيه 48 ساعه قبل ما يوصل لك، تبتدي تقلق يا ترى هيجي مش هيجي، خدوا فلوسي ما خدوش، طب انا اطلب من حد تاني ولا ما اطلبش. انما اما كنا اسرع دليفري في مصر ووصل لك البرودكت اللي انت عايزه في خلال 12 ساعه، يبقى انا خدت ميزه تنافسيه عظمى عن الكومبيتيتورز. ممتاز قوي. يبقى احنا لو كنا بنتكلم على انسوف ماتريكس، واحنا كده بنتكلم على استراتيجيز نطبقها في دي الشركه كلها بنسميها جروث استراتيجيز. جروث استراتيجيز. رقم 4 كويس. ايه؟ الدايفرسيفيكيشن، الدايفرسيفيكيشن، ان اعمل تنوع في البرودكتس بتاعتي سواء ريليتد او انريليتد. كويس. يعني ايه ريليتد وانريليتد؟ زي ايه؟ انا النهارده بشتغل في الديري برودكتس، اذا الرو ماتيريال بتاعتي ايه؟ اللبن، صح؟ كوني اطلع لبن وبعد بكره اروح عامل زبادي، عملت دايفرسيفيكيشن ريليتد، لان الرو ماتيريال واحد. وبعدين عملت جبنه
فهي ريليتد. ده اللي جهينة بتعمله. وعملت قشطه فهي ريليتد. عملت زبادو، كل ده ريليتد لان الرو ماتيريال بتاعتي ايه؟ واحده. جوعنا احنا بقى كده صح كده؟ ايوه. طب الانريليتد ايه بقى؟ سمعت، عارف حضرتك شركه كاتربيلر مثلا، صح؟ شركه معدات تقيله صحيح. واوناش واول اخره. في الديكيد الاخير هتلاحظ انهم لو انت ماشي في اي مول هتلاقي البراند بتاعهم اللون الاصفر والكات، كلمه الكات مكتوبه، وموجود احذيه. هي علاقه البيزنس بتاع الاوناش والهيفي اكويبمنتس بالاحذيه. ده اسمه unrelated diversification. هم درسوا السوق ولقوا انه في جاب في السيفتي شوز وفي الهيفي ديوتي شوز في الماركت، ولقوا الانفستمنت ريتيرن الانفستمنت بتاعها عالي، فدايركتد some of their profits اللي طالعه من شغل الهيفي اكويبمنت فيعمل دايفرسيفيكيشن. ليه؟ قال لك عشان بجانب انها opportunity الا انك مش حاطط البيض كله في سله واحده. كويس. او زي دانلوب لما شغاله انا في الاطارات، انا خرجت ورحت المضارب التنس برافو الصور عليك، بتاعه برافو عليك. او طلعت مصطفى عنده لامار احنا مثلا بنتكلم فيه ده unrelated business تماما، صحيح. انما عمل انا دايفرسيفيكيشن. امتى اخد الخطوه دي؟ يعني انا حسيت ان حضرتك شرحتها اخر واحده، فهل انا وانا شغال في بيزنس الدايفرسيفيكيشن هو ريسكي استراتيجي فما افكرش فيه كتير، او افكر فيه امتى، او ايه البارامترز اللي لما تتوفق او تبقى موجوده اقول ايه I have to take this step؟ هايل. احنا قلنا عشان نختار الاستراتيجي بيعمل ايه اساسا؟ بحط فيجن اذا مش من دماغي، انا بعمل اناليسيس البيئه داخليه وخارجيه وكومبيتيتور سيتويشن، صح؟ الداتا دي باجي احطها في تولز معينه، سواء السوات او التوز او الاي اي او السبيس، مظبوط، عشان هم دول اللي يقولوا لي انهي انسب استراتيجيات تناسبك في هذا الوضع اللي انت فيه دلوقتي. فيجي يقول لي دايفرسيفيكيشن، خلاص ممتاز. يعني مش عشان انا المفروض اعمل كده عشان ما احطش البيض في سله واحده، لا خالص، مش عشان امن نفسي، قد لا تناسبني. عايز اسال سؤال في الجزء ده، لان انا حقيقه يعني كنت قاعد مع حد من البيزنس اونرز التجار، يعني ما شاء الله كان في حوالي اكتر من 24 سنه خبره في مجال في السعوديه في مجال الاغذيه المجمده يعني، فهو كان عايز يامن نفسه ويروح لمجال تاني. فكان هنا المعضله، وهو مستقر يعني مستقر مثلا بحجم ريفينيوز بير مانث، وبالتالي على مدار السنه وممكن يتوسع في مجاله، بس هو دايما عنده فكره ما احطش البيض في ايه، في سله واحده. هنا لازم نوقفه. يعني الاستراتيجي مش هدف في حد ذاته، لا هو يعني ان انا اعمل المهم انها استراتيجي تكون الصح التي تتناسب مع مش الافضل وضع، مش برافو عليك. كويس. كل واحد عايز يعمل جروس، وكل واحد عايز يوسع البيزنس بتاعه، وكل واحد عايز بس هل هذه الاستراتيجية تتناسب مع الاناليسيز اللي عملناه في الانترنال والاكسترنال والكومبيتيتورز بروفايل ولا لا؟ هو ده. وهي دي اللي ما باجي احطها في التولز بتاعتي بتقول لي ايه انسب استراتيجيات بالنسبه لك. الانتجريشن. ايه الانتجريشن دي؟ ايه الانتجريشن دي؟ ده غير الجروث استراتيجيز اللي هم ده غير احنا عندنا بتوع انسف والجراف. كويس. لكن في انتنسيف استراتيجيز. كويس. انتنسيف استراتيجي دي عباره عن مجموعه من الاستراتيجيات برضو. في عندي فيرتيكال وهوريزونتال. كويس. الفيرتيكال عباره عن ايه؟ فورورد انتجريشن وباكورد انتجريشن، وعندي هوريزونتال استراتيجي. طب ايه الفورورد والباكورد والهوريزونتال؟ زي ايه؟ زي سعادتك عندك مصنع البان، كويس، بتنتج اهو، قلنا زي جهينه بتنتج البان وانواع مختلفه. كويس. مصنع البان ده منتجاتك بتبيعها لمين؟ لربات البيوت وحتى انت كمصنع بتبيعها للسوبر ماركت، ببيعها للسوبر ماركت صح، والهايبر ماركت، يعني هم الاوتلت بتوعك او الديستريبيوترز اللي بعد كده بيبيعوها للكونسيومرز. انما انت ما بتبيعش مباشره لربات البيوت، صح كده؟ طيب جه الموزع دون كارفور ولا هايبر ماركت قال لك والله يا دكتور احمد عشان تعرض منتجك عندي ادفع لي في السنه 100,000 جنيه.
عشان اديك شلف من عندي. فابتدى يعمل عليك بريشر، صح، ويعمل بارجنج، وده هيحملك كوست انت مش عامل حسابه. طب اعمل ايه؟ هو الديستريبيوتر ده اللي انا بديله المنتج بتاعي فورورد ولا باكورد؟ كده فورورد، صح. مم. فانا هعمل فورورد انتجريشن وافتح انا افتح الاوتلت. سوبر ماركت. الله ينور عليك. كويس. او الاوتلت بتاعي مين اللي عمل كده؟ مزارع دينا، صحيح. صح. اه مش كانوا الاول عاملين المنتجات بتاعتهم؟ كل ولما الناس لقوا الهايبر ماركت بيتأنصلوا عليهم وادفع لي قد كده والشلف بكذا والكر، برافو عليك، راحوا فاتحين their own outlet. كده هو عمل ايه؟ فورورد انتجريشن. بالظبط، استراتيجي. انا يا عم هفتح ماي اون ديستريبيوتور. طيب الباك بيديله اللبن منين؟ المزارع بقى، برافو عليك. يروح يفتح مزرعه. بيديله اللبن منين؟ فبتاع منتج الالبان العلف غلي والبقر بقى مش عارف ايه، وبالتالي كيلو غلي، فانا مش هقدر اديك بنفس السعر القديم، ولازم تلتزم بكميات قد ايه، ودخله في دوامه غلى عليه التكلفه الاساسيه بتاعت الرو ماتيريال. بس هو ناجح وبيحقق بروفيتابيلتي. طب شكرا يا عم، انا هعمل باكورد انتجريشن. ممتاز. هعمل مزرعه الابقار انا واورب لنفسي، مع العلم كل كام من دول is a separate identity و separate business. صحيح. يعني this farm is looking for profitability. ايوه. والمصنع is separate identity looking for profitability، والdistribution او السوبر ماركت is a separate identity. صحيح. كويس. انما هو عمل التشين لنفسه، فعمل فورورد انتجريشن وباكورد انتجريشن. والهوريزونتال بقى. والهوريزونتال، الله ينور. الهوريزونتال انا جهينه، اوكي، وجات لي معلومه عن الكومبيتيتورز، الكومبيتيتور بروفايل، فاكر طبعا ان والله دينا بيعاني من مشاكل ماديه وبيفكر يعرض البيزنس بتاعه للبيع. فهروح انا ايه؟ ناطط عليه، انا هشتري يا معلم. ليه؟ هو هوريزونتال اهو في مكاني، ده كومبيتيتور معايا في نفس الماركت وليه الكاستمرز بتوعي، فدي بالنسبه لي اوبورتيونيتي. ده انا هحصل عليه واخده بمزارعه بمصانعه بالاوتلت بالكاستمرز بتوعه، لانه هيبقى اندر ماي امبريلا. طيب لو انا مش هعمل بقى اكوزيشن، لكن هنزل زي جهينه براند تاني زي بخيرو، اوكي، باسم تاني غير جهينه، ده اسمه ايه؟ لا ده دايفرسيفيكيشن. دايفرسيفيكيشن وريليتد. وريليتد. نفس المنتج اللبن بالظبط. ده بديله براند تاني. كويس. دول كلهم تحت مسمى برضو الجراند استراتيجي، ولا دول انتنسيف استراتيجيز؟ اللي هم ايه؟ انهي واحد فيهم؟ دايفرسيفيكيشن تحت جراف. صحيح. انا بتكلم على الفورورد انتجريشن، باكورد انتجريشن، والهوريزونتال دول انتنسيف استراتيجي. حلو. يبقى احنا كده عرفنا نوعين من الاستراتيجي. برافو عليك. وتحت النوع الاولاني 4، وتحت النوع الثاني 3. برافو عليك. هل في انواع تانية؟ طبعا في الموضوع ده مهم لانه جدا، اصل ده قرار الشركه كامله. بالظبط كده، قرار الشركه بالظبط كده. في عندي الكومبيتيتيف استراتيجيز اللي هي بتاعت مين؟ انت لسه قايلها، بورتر. هو مش بورتر مسمين في كتاب كومبيتيتيف استراتيجي، صح. فالكومبيتيتيف استراتيجيز اتسمت باسم بورتر، اللي احنا قلنا هو الجاد فاذر بتاع الاستراتيجيات بشكل عام، واخد بالك؟ اللي هم 3 استراتيجيات، هم 5 اسمهم ال5 جينيريك استراتيجيز اوف بورتر. كويس. اوكي، ال5 جينيريك دول هم في المسمى 3، انما في 2 منهم كل واحده دايفيرتد انتو 2. زي بص ال diversification مش قسمناها ل2 ريليتد وان ريليتد، هنا بالظبط نفس الحكايه. احب اوضح تاني يا دكتور انه طبعا ما شاء الله انت بتدرس زي ما اتفقنا لاكثر من 1200 طالب على مدار، انت حضرتك بروفيسور الاداره الاستراتيجيه. ربنا يخليك حبيبي. في CEO انستيتيوت. بتتعامل مع كام جامعه؟ الطلبه بتوعك بيكونوا من كام جامعه تقريبا؟ مسجلين في كام جامعه؟ لا مسجلين في عدد كبير من الجامعات اللي مسجله في اي جي جروب. اي جي جروب EIU عندها اكثر من 20 جامعه وجامعات في UK، بس اللي واخدين ديديكيشن بالإديوكيشن اوكي سيستم اقل طبعا 20. في سيبريت
ايدنتيتي بيدرسوا مباشره، وفي الاي جي جروب بتقوم هي بالتدريس. وكل دول للطلبة. طلبه MBA او دي بي دي بي اي طبعا جامعات في UK، في ماليزيا، في ويكي بالظبط، في يو كي، فرنسا. ماليزيا، امريكا، فرنسا. يس يعني انا ليه بقول ده؟ لانه في الاخر كل كلام حضرتك ده انا ما بحسش انه محاضره نظريه، خالص. انا بحس ان ده بيست براكسس وذيس از ماي practical ستايل في tools. المحاضرات، ان انا ما بحولش الموضوع لمعلومات جامده ثيوريتي، ما هي موجوده على النت وفي كتب، اي حد ممكن يروح يقراها، انما استيعابها هو الاهم. يعني انا دايركتور في الشركه، انا مانجنج دايركتور، انا عندي بيزنس صغير او كبير، انا في الاخر هاخد الاستراتيجيز دي اطبقها في وقت من الاوقات، طبعا لازم اكون عارفها 100%، وده بقى جاي من العلم 100%، وده جاي ومش من لوحدي اللي عارفها، ومعرف الناس اللي شغاله معايا بيها. ممتاز قوي، ممتاز. اوكي، ممتاز. يعني مش انا لوحدي كفايه، اتفقنا ما حدش بيعمل استراتيجيك بلان لوحده، ده انا عايز تيم كامل. دي حته HR بقى، يعني انا انفست في الامبلويز بتوعي بالظبط. يبقى في تريننج بلان كامله على مدار السنه، ما يبقاش مجرد ان حد براكتيكال شاطر، لا انا ادربه واعلمه لازم واخليه يبقى كواليفايد، لانه احطه في الاداره الاستراتيجيه معناه انه لازم يبقى كواليفايد. حتى الاداره العاديه حضرتك قلت لي، غير الاداره العاديه طبعا، الاداره العاديه يس. لازم يعني الموظف بس انا عايز افرق بين الاثنين، اداره عاديه حاجه والاداره الاستراتيجيه. انا اقصد اقول لو حد حتى مدير بيع، حد سينيور، حد شغال في الاوبريشن، حد شغال في الماركتينج، لازم يكون فاهم مانجمنت، لازم يكون عنده وعي حتى بالماركتينج، بالسيلز، بالايكونومكس، بالانترناشونال بزنس. هي دي فكره اصلا الMBA، ان انا اخرج مالتي تاسكس امبلوي، بالظبط، موظف متعدد المهام، هعمل حاجه مالتي واحده، نوليدجبل. مالتي نوليدجبل كويس، بلاش مالتي تاسكينج، خلينا مالتي ماشي. نوليدجبل، عنده معلومات عن معرفة. كل جزء في اداره الكيان. هنا ساعتها بقى مستوى الشركه العام هيعلى طبعا، هيعلى طبعا، بالتالي ده هيأثر على الاوبريشن سايت. ليه؟ لانك بترفع الكومبتنسي بتاعت الناس، مش مجرد سكيلز بيبل، مش مجرد ناس مهاريه بيعرف يسلك الحنفيه او يغير الجلده كل يوم بشكل ممتاز هايل، بس مدى استعداده لانه يسيب تغيير جلده الحنفيه واروح اقعده على الكمبيوتر. هنا الكومبتنسي بقى، مدى استعداد او النولج اللي عند الشخص والكواليفيكيشنز بتاعته والتعليم اللي يستوعب بيها التغيير سموثلي. فلازم كل شركه يكون عندها تريننج بلان كامله على مدار السنه لكل الاقسام، سواء بقى التريننج ده في النولج او في السكيلز او في الاتيتيود. ما هو في حاجه اسمها TNA، مش في حاجه اسمها TNA اللي هو التريننج نيد اسسمنت، ده شغل ال HR مع الدايركت سوبرفايزرز او دايركت مانجر، سواء الشركه صغيره او كبيره ولا لازم نعمل لازم. فتحديد احتياجات التريننج، ليه؟ لان احتياج هشام لتريننج معين غير احتياج احمد، غير احتياج عماد، غير عبد الرحمن، كل واحد له احتياج معين، فانا I have to tailor التريننج بروجرام للشخص عشان اعمل ديفلوبمنت منه. وان دي الفرق ما بين الكوتشنج والمنتورنج. هو ايه الفرق بين الكوتشنج والمنتورنج؟ الكوتشنج is a short term plan، 1-to-1 كوتش بالظبط، بجيب كوتش مع محمد علشان يعمل له ديفلوبمنت في الكلوزنج تكنيك بتاعه في السيلز. اوكي، اسبوع خلص ميشن، تطور، فهم، عرف، عملت له امتحان، كواليفايد، تمام، حليت مشكلته، ده كوتشنج، ده الكوتشنج. انما المنتورنج او الكوتشنج ممكن يبقى من شخص اوتسايدر، مش لازم يبقى من الشركه. يعني انا في الكيان ما عنديش حد يعلم محمد ويعمل له كوتشنج في الاريا دي، فبشوف مين بره في اي انستتيوشن عشان يكوتش محمد في الاريا دي، صح؟ فمش مرتبطه بنوع الاندستري ولا بالريليشن شيب الداخليه. انما لو عايز منتورنج يعني مرشد، فهي لونج تيرم بلان، لونج تيرم كوبريشن وسبورت، بيرجع له الشخص او الامبلويي محتاجه في كل مراحل حياته، مش بس في فكره انا محتاج اتدرب على ايه، انا محتاج افكر ازاي، محتاج اعيد ترتيب حياتي ازاي على المستوى الشخصي والعملي، البيرسونال والفوكيشنال. اوكي، وبالتالي هنا المنتور it's a long term relationship،
فلازم يبقى شخص من داخل الاورجنايزيشن، ما اجيبوش اوتسايدر، من داخل الاندستري، انه فاهم طبيعه شغل الامبلوي ده، وبالتالي يستطيع ان يكون مرشدا له. طبعا لازم يتمتع بكاركترز معينه المانتور يعني، اوكي، الاكسبرتيز والوايزدم والحاجات كتيره قوي، والتراست worthy and so on. انما في النهايه هو ده الفرق بين الكوتشنج فانا النهارده اما اجي ادرب او احدد بلان لتطوير موظفيني، لازم اشوف احتياجات كل واحد قد ايه. خلاص، غير ان في جنرال تريننج الكل تبقى عارفه جوه المؤسسه، زي ايه؟ الفيجن بتاعت المؤسسه. ايوه دي اتكلمنا عليها طبعا في بالظبط. خطوات الاداره، لازم الكل يعرفها، فبدرب الكل مع الفاليوز وبعلمهم مع الفاليو بالظبط كده. وعلى فكره من الاخطاء الكتيره اللي بتعمل في الاورجنايزيشنز انه يعملها مره واحده وينسى الموضوع، يقول لك ما انا عملتها. تريننج يعني، اللي موضوع الفيجن والفاليوز آه. والبوليسيز بتاعت الشركه. هي الفيجن بطبيعتها متغيره؟ لا مش متغيره، الفيجن ثابته ثابته. الفيجن اللي متغير ممكن يتغير الميشن. ليه؟ انت النهارده مش سستينبل، بس بكره بقيت سستينبل، اخش على اللي بعد، فهتضيف، واخد بالك؟ كويس. انما الفيجن عاده لونج تيرم، ما بتغيرش كل سنه. انا بقول فيجن عشان بعد 5 سنين عايز اوصل لايه، او حلمي اوصل بس ليه. هل ممكن انا حسيت ان الكابابيلتي بتاعتي لما حطيت السنه اللي فاتت الفيجن بتاعتي عشان بعد 5 سنين اكون اكس في الصناعه، انا بعد 2 سنين حسيت ان لا، يعني الموديل بتاع البيزنس بتاعي اتغير، الكومبيتيشن غيرت الموضوع، اغير في الاستراتيجي، الاناليسيز، اغير في الاستراتيجي، تغيرش في الفيجن. بس ممكن يكون الفيجن بتاعتي مثلا ان انا كنت عايز ابقى رقم واحد اول، ممكن يعني ماشي. انا بقول اذا انت حطيتها باي ميستيك او ما كانتش رياليستيك، يعني فقدت احد الكرايتيريا بتاعتها، وانت ايقنت هذا بعد وقت، تقدر تغيرها طبعا. اقدر اغيرها طبعا 100%. كويس. ما هياش قرآن او انجيل. ارجع تاني للكومبيتيتيف استراتيجي، اللي احنا كنا بنقول ان هم 3 وفي 2 منهم متقسمين كمان ل2. اكزاكتلي. اللي هم بنتكلم على النوع الثالث للاستراتيجيز: الكوست ليدرشيب، والديفرنشيشن والفوكس. دول 3 استراتيجيز مايكل بورت اتكلم عنهم. دول استراتيجيز عمليه اقدر اطبقها. اكزاكتلي. اول حاجه الكوست ليدرشيب يعني ايه؟ يعني انا عايز اخد قيادة السوق من خلال ان يتعرف عني ان انا اقل سعر في الماركت. ممتاز. النهارده وانت في مصر بتقول عايز اشتري الفنجال ده، فين اقل سعر ممكن اروح اجيب منه الفنجال ده؟ حد اللي قاعد قصادك يقول لك ايه؟ روح التوحيد والنور، صح؟ فالتوحيد النور براندد النهارده بايه؟ بانه ارخص مكان في مصر تشتري منه من الابره للصاروخ. ده اعتمد على ايه؟ على الكوست. في فرق بين البرايس والكوست. طب انا عشان ابقى اقل برايس في مصر لازم الكوست بتاعي يبقى ايه؟ اقل. بالظبط. طب اقلل الكوست ازاي كاستراتيجي؟ اهم حاجه مش في ايدي، اعتمد على الايكونومي اوف سكيل، اللي هي البالكي بيرشيزز. كل ما اشتريت بضاعه اكتر بنفس صنف، كل ما قلت عن التكلفه، لان هشتري جمله وبالتالي هاخد سعر القطعه الواحده اقل بكتير مما ان انا هروح اشتريها لوحدها. دي بتعمل لي ايه؟ مارجن كبير للبروفيت بتاعتي، وقدرتي على عمل خصم لا يستطيع المنافسين ان يعملوه. ممتاز. وبالتالي باخد ايه؟ كوست ليدرشيب، بيبقى لي القياده في الماركت، وعملت كومبيتيتيف ادفانتج من خلال هذه الاستراتيجي. كويس. 2 الديفرنشيشن يعني انا بركز على حاجه مش موجوده عند حد، انا مختلف عن الاخرين. زي ما سعادتك ذكرت من شويه فكره اسرع ديليفري في مصر او اسرع ديليفري، اوكي، ما حدش اخر عنده هذه الميزه غير انا، فانا مختلف عن الاخرين بان انا عندي كومبيتيتيف ادفانتج لا يستطيع الاخرون انهم ينفذوها. كويس. ايا كان بقى الديفرنشيشن اللي انا بعمله، المهم ما حدش زيي. كنت بقى تسلا مثلا ساعه ما نزلت بايه؟ الكتريك كارز. كان حد عنده الكتريك كارز؟ مفيش. اتس ديفرنت. عملوا نفسهم ديفرنشيشن بانهم نزلوا حاجه انوفيتيف محدش يعرف يعملها لسه. ومش شرط الديفرنشيشن يبقى في صلب المنتج نفسه كفيتشر، ممكن الخدمة. يبقى في الخدمه افتر سيل سيرفيس. صحيح.
whatever. المهم انك تتميز في شيء الكومبيتيتورز ما بيعملوهوش. فاليو او اوجمنتد فاليو طبعا تقدمها في المنتج او الخدمه بتاعتي. بالظبط. زي دلوقتي مثلا عندك باندل مثلا بتقدمه، ممتاز. اوكي، to combine something with others. ما فيش حد غيرك بيعمل الكلام ده، اصبحت competitive advantage. كويس. زي او السيارات دلوقتي بيقدموا انا هقدم لك الصيانه لحد 60,000 كيلو مجانا مثلا، او صحيح، فيبقى اوجمنتد فاليو انا بضيفها بشكل بالظبط. دي نقطه مهمه. فمش لازم يبقى التميز في زي الاولانيه الكوست ليدرشيب، الاولانيه بتميز في السعر بس. لكن الديفرنشيشن وات ايفر بقى انت هتقدم ايه ديفرنت عن الاخرين. طيب الاستراتيجيه رقم 3 في الكومبتيتيف استراتيجيز فوكس. بالظبط، هي الفوكس اللي هي بتشتغل على النيش ماركت. كويس بشكل عام، تمام. اللي هم ايه النيش اللي هو قسم الاليت، جزء متميز من الكاستمرز، سيجمنت محدده، ما هيش كبيره، ما هيش جنرال لكل الناس، انما فوكسنج على اريا محدده. زي منتج ايه مثلا وانا ببيعه؟ لا كتير. لو اتكلمت مثلا على العربيات، اوكي، هتلاقي الرولز رويس. هل الرولز رويس متاح لاي حد؟ يعني شرط النيش ماركت اللي انا بشتغل عليه لازم يكون حاجه سعرها غالي قوي او تداولها قليل، او تداولها زي قليل، ايه سواء مثلا رخيص او غالي. الجاليريز مثلا، هل كل الناس تحتفظ بتماثيل وانتيكات في بيوتها؟ لا طبعا. ومش شرط تبقى غاليه على فكره، مش شرط تبقى صح كده. انما الجاليريز ده برودكت ليه سيجمنت خاص وناس معينه هي اللي بتتعامل معاه، ما هوش جنرالايزد، ما هوش فاست كونسيومينج جودز، ما هوش زيت طعام ولا سمنه ولا كل الناس محتاجاه وعايزاه، صح كده. وبالتالي دول ال 3 مين كومبيتيتيف ادفانتج. نيجي بعد كده الاستراتيجيز ولا ايه اللي هي الديفنسيف استراتيجي. ده نوع رابع من الاستراتيجيز. احنا كده شرحنا في انواع الاستراتيجيز انسوف ماتريكس اللي هي الجروث استراتيجيز، تمام. ثم بعد كده الفورورد والباكورد اللي هو الانتنسيف استراتيجيز، تمام. ثم رقم 3 الكومبيتيتيف استراتيجيز بتاع البورتر. رقم 4 بتاع البورتر رقم 4 وهي الديفنسيف استراتيجيز، وهي دفاعيه. بالظبط كده، دفاعيه. ودي تقع تحتيها برضو different types of strategies. زي ايه؟ زي retrenchment اللي هي تقليل حجم، اللي هو بالظبط تقليل حجم المؤسسه. تقليل حجم المؤسسه، اكستمايز او شرينكينج او squeezing the size او decreasing the size whatever اللي عايز تسميه. يعني ده في وقت من الاوقات انا محتاج اقلل حجم اعمالي. بالظبط. ده قرار صح 100%. اللي هو لا انا ما اعملش كده لحسن اخسر السوق، بالعكس اخسر اسمي. ندي مثلا ايام كورونا قد ايه من سلاسل المطاعم قفلت برانشز بتاعتها وخلت المين، قد ايه من الاوتلتس قفلت الاوتلتس بتاعتها وقللتهم من 250 ل 100. عشان ده انه دي سياسه ديفنسيف ريتريجمنت. ليه؟ لان الاوتسايد الاكسترنال اناليسيس بتاع الماركت قال ان في ظروف غير طبيعيه اثرت على الماركت، وبالتالي we have to choose a proper strategy. مع التحليل طلع لنا الايه الديفنسيف ستراتيجيز، واحد من الاختيارات الاساسيه في الاستراتيجي لازم اعملها. طب انهي واحده في الديفنسيف؟ هل هي ريتريتشمنت يعني داون سايزنج او داون سايزنج، ولا دايفستيتشر اللي هي بيع جزء من الاورجانيزيشن؟ في لاين عندي من الانتاج مش شغال كويس وبياكل من البروفيتابيلتي بتاعت خط ثاني من الانتاج، افضل محافظ عليه ليه؟ اعرفه ممكن ابيعه كويس. ده طبعا من تحليل البي سي جي ماتريكس ان انا اشوف مين الستار ومين الدوج. طبعا بي سي جي احد الادوات اللي بحلل اللي بعمل بيها ماتشنج ستيج، مين الستار، مين الكويشن مارك، مين الكاش كاو، ومين البوكس. والدوجز ده هو اللي حضرتك بتقول عليه ان انا هحتاج فيه بالظبط، هحتاج فيه الديفنسيف ميكانيزم. مش لازم ابيع البيع الجزئي، احد الاختيارات اللي هي دايفستيتشر، او ان انا اعمل داون سايزنج اللي هي ريتريتشمنت، او ليكويديشن. ليكويديشن احول
كل الاسيتس بتاعتي الى ليكويد ماني، علشان انا لو استمريت كده هفلس او البنك هيحجز عليا، فانا بيع واطلع ليكويد ماني اعين وديعه لحد ما اشوف انا هعمل انفستمنت جديد في ايه. وبالتالي دي استراتيجي معنى كده ان في كل مراحل البيزنس في استراتيجيز انا اشتغل بيها تناسب الوضع اللي انا فيه حاليا، مش بالمزاج. هل دي كده اخر مرحله في الخطه الاستراتيجيه اللي انا بعملها؟ ده مرحله تكوين الخطه الاستراتيجيه. ممتاز. خلاص ايه بقى المرحله كونت او الخطه، الستيج؟ بعد كده الامبلمنتيشن. مين هيعمل ايه، انت أطبق. وفين ليه وازاي. كويس. هنفذ بقى الكلام ده ازاي. ايه هي المبادرات والبروجكتس اللي لازم اعملها جوه الشركه علشان اطبق هذه الاستراتيجيه. ممتاز ممتاز. صح ايه كده. الستيج اللي بعد كده؟ بعد ما عملت implementation هبتدي اعمل ايه، monitoring and evaluation. نيجي مرحله الايفالويشن اللي بيبقى فيها ايه، الكي بي ايز، وسيله من الايفالويشنز اللي معروفه on a regular basis، وبتختلف زي ما احنا عارفين الكي بي ايز من قسم لقسم جوه الاورجانيزيشن، وبتختلف من بزنس لبزنس حسب البيريود اوف تايم. يعني في كي بي ايز لبعض البيزنسز تعمل بشكل يومي، وفي بشكل اسبوعي، وفي بشكل شهري، وفي كوارترلي، وفي كل نص سنه. لان السنوي ما بيسماش كي بي ايز، التقييم السنوي بنسميه ابريزل. التقييم السنوي. والابريزل هو تجميع الكي بي ايز على مدى السنه in one report. كويس. يعني الكي بي ايز ده شهري بالظبط، ولا او ما نص يبقى شهري، نص او كل شهري؟ شهرين، او كل 3 اشهر، حسب طبيعه البيزنس بتاعك. لازم اجمع بقى كله على بعضه بالظبط يبقى كده، ابريز. يديني الفاينل ابريزل بتاع يا القسم يا الامبلوي، واخد بالك، يا الاورجانيزيشن ككل. وده شغل اتش ار. وده شغل اتش ار طبعا. كويس كويس. تمام كده بنجمع في الاداره الاستراتيجيه كل الاقسام. بالظبط كده. الخطه الاستراتيجيه كل بالظبط الأقسام. كده. طيب في طريقه تانية للتقييم الحقيقه. دكتور كابلن النورتن من اواخر الثمانينات، طبعا الكي بي ايز هي الاكثر شهره، انما خرجوا لنا بنوع جديد لقوه اكثر عدلا ومنطقيا لتقييم الشركات، اللي هو ايه، بنسميه البي اس سي او البالانسد سكور كارد، بطاقه الاداء المتوازن. بالانسد اللي هي المتوازن، اوكي. فقال لك منظور تقييم الشركات او بناء الاستراتيجيات كان بيبقى مبني اساسا على الفاينانشال ستيتس. انت كسبان تبقى ممتاز، انت خسران تبقى مالكش لازمه او فاشل، وبناء عليه يتم تغيير القيادات والادارات في هذه الشركات. فلهم ده مش فير. ليه؟ لان دكتور احمد شخص ناجح جدا، والبروسيس اللي ماشي بيها ممتازه وهتؤدي نتائج هايله. فلو حكمت عليه من الفاينانشال بروسبكت النهارده هيبقى حكم ظالم وغير عادل، وهبقى ظلمت مؤسستي وظلمت الدكتور احمد في نفس الوقت. طب ايه يا عم نورتون انت وكابلن عايزين تعملوا ايه؟ قال لك ان احنا هنعمل الايفالويشن رباعي الزوايا من 4 انجلز، نبص عليه 4 دايمنشنز. ايه هم ال4 دايمنشنز؟ والله الاداء المالي مهم جدا، وطبيعي ان احنا نشوف الدنيا ماشيه ناحيه المكسب والخساره، بس في نفس الوقت انا عندي 3 other dimensions لازم احطهم في عين الاعتبار وابص عليهم كويس جدا. ايه هم؟ قال لك هي المؤسسه دي مش بتتعامل مع كاستمرز، والكاستمر دول مصدر الدخل بتاع الاورجانيزيشن. طب ما لازم ابص على الساتسفاكشن، مدى رضاء العملاء بتوع المؤسسه عن خدمات المؤسسه ومنتجاتها، لان ده هيديني مؤشر وتقييم للمؤسسه ومدير المؤسسه والعاملين جوه المؤسسه. صح كده؟ رقم 2 مع الفاينانشال. بالظبط، الكاستمر ساتسفاكشن. كويس، كاستمر ساتسفاكشن. 3 الاس او بيز، البروسيس انسايد ذا اورجانيزيشن. يا ترى الاورجانيزيشن دي شغاله باس او بيز مظبوطه؟ يا ترى عندها اس او بيز اساسا؟ يا ترى الورك فلو ماشي صح؟ يا ترى مين بيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي وبكام؟ مظبوطه ولا لا؟ مش دي برضه دايمنشن مهم جدا؟ صح كده؟ وبالتالي لازم نقيمه. ادي 3 بارامتر. الرابع، يا ترى في جروث
وديفلوبمنت وتريننجز للامبلويز. يعني انا عندي بلانز لتطوير الامبلويز اللي عندي وتنميتهم وزياده السكيلز والكومبتنسز بتاعتهم، وعامل لهم باث واي للكارير بتاعهم جوه المؤسسه، ولا على الله كله وحسب الظروف والتسهيل؟ ما انا هدور ازاي على جروس وعلى تطور وعلى ديفلوبمنت من غير الاسيدز اللي عندي، اللي هم النهارده الامبلويز اصبحوا هم الاسيدز. بدليل حضرتك تلاحظ ان كان زمان يقول لك هيومن ريسورس مانجمنت، النهارده اتشالت هيومن ريسورس مانجمنت وسموها ايه؟ هيومن كابيتال مانجمنت. بالظبط كده. اوكي، ليه؟ كيف تطلع غلط يعني طلعت صح؟ لا بالعكس، لان اصبح بيبص للعامل البشري من مش مجرد ريسورس، ده كابيتال. اوكي، ده انفستمنت حقيقي، ده اسيد من الاسيد، يعني ده بيزود القيمه الفعليه، ده ممكن يعمل لك كومبيتيتيف ادفانتج لشركتك. انه تخيل الموظفين نفسهم ممكن يكونوا هم الكومباتيتيف. بالظبط كده، عندك كواليتي من الموظفين بروفيشنالز، وبالتالي محقق لك كومبيتيتيف ادفانتج. كل المنافسين نفسهم يخطفوا الموظفين اللي عندك. تمام. وبالتالي هنا هل انت عندك تطوير وتدريب وفولو للكارير باث وبلان واضحه للموظفين اللي عندك، عشان عارفين راسهم رجليهم، عارفين اذا بداوا في النقطه الف بعد 5 سنين جوه المؤسسه ممكن يوصلوا لايه، وبعد 10 سنين ممكن يوصلوا لايه ولا لا. حته الجروث دي خطيره جداً. لانه حتى الشركات الستارت ابس ايفن ان انا فكرتي انا شايف ان هي كويسه ومؤمن بيها، وبالتالي حولتها او شفت الماركت جاب، وبعد كده حولت بقى معايا MVP، وبعد كده نزلت بسيرفيس او برودكت في الماركت، بس انا ما بقاش عارف انا مكمل صح ولا لا، واكمل امتى. فتشعر دي بيقول لك واكمل هو ده انت قلنا اصبت ازاي دي الخطه الاستراتيجيه اللي برافو عليك بشكل عام. لكن انا واخد حته الجروث ليه؟ لان انا بقول امتى امتى اقول ان السوق مش محتاج، لان كتير جدا من شركات الستارت ابس قفلت. الانفستمنت بتاعت احنا اصلا بنتكلم سايكل في مصر. عارف ليه؟ عشان النقطه اللي حضرتك ذكرتها من شويه، الستارت ابس بيبداوا الشغل بالحب، وده مقبول في البدايه. فتلاقي صاحب الاونر اوف ذا بزنس واحد ومعاه 3 4 بيثق فيهم، بيشغلهم بيسموه ايه، موان ومبلط ومحار احنا عملنا كده بالظبط كده. خلاص، ليه؟ بالحب، وكل حكايه 4 تنفار، فكل واحد بيعمل اكتر من شغلانه في نفس الوقت لحد ما المؤسسه يحصل لها ايه؟ سكسس، فيبتدي ايه؟ يزود عدد الموظفين. كل ده هو شغال فلات مانجمنت، فلات ستراكشر. صاحب المؤسسه منه للايه؟ للاربعه الخمسه اللي عنده دايركت كونتاكت، مباشر وتوجيه ومتابعه ومساعده وحاجه اخر حلاوه. بس لما بقوا 20 وبعدين بقوا 30 وبعدين دخلوا في 50، هنا انت النهارده ما ينفعش تدير الاورجانيزيشن بتاعتك بنفس الكونسبت اوف ذا ستارت اب ب5 موظفين. او اصلا مش الفاوندر نفسه المفروض يبقى موجود، يعني او عايز اقول حاجه ان مش شرط الفاوندر نفسه في المرحله دي، مرحله الاستابيليتي ومرحله الاكسبانشن للستارت اب. المفروض السي او للشركه ممكن ما يبقاش الفاوندر اصلا. وده ساعات اللي بتعمله ده الكلام الصح، مش بعض، ده البروفيشنال واي. بس الحقيقه والواقع بيقول ايه؟ بفضل انا اللي ماسك الشركه وشغال عليها. بس كنت عايز بيصعب عليه قوي، بيصعب عليه جدا انه يتخلى عن مهامه، انه فجاه يلاقي نفسه قاعد ما بيعملش حاجه وفي واحد تاني هو اللي بيتحكم. بيصعب عليه. اصلا انا عشت هذه التجربه وقسيت منها في التدخل اللي لا معنى له. انت جايبني سي او الاورجانيزيشن او جنرال مانجر عشان في النهايه سوري ابقى طرطور انفذ اللي انت عايزه؟ طب ما تنفذه بنفسك وما تجيبني. خلاص شكرا، انت جايبني ليه؟ بصراحه احد الامثله الجميله في الجزء ده بوسطه، يعني والفاوندر لبوسطه في وقت من الاوقات هو استعان باستراتيجيك مانجر، او يعني كان الراجل كان اكس هو ده الصح. انا عشان كده بتفشل بقى النقله في المفصليه ما بين very small company شغاله فلات ستراكشر
الاونر معاه 3 4 5 10 وبنشتغل بالحب، الى ريل اورجانيزيشن او استابليشمنت فيها 40 50 موظف لازم يبقى لهم هيراركي وستراكشر، وليهم بلانز وليهم فوركاست وليهم تارجت وليهم وفي قسم اتش ار وفي قسم سيلز وفي قسم ماركتنج. ما بيستوعبش ده كله، بان كل ده بالنسبه له بيبصوا انه هيبقى اكسبنسز. يا نهار اسود، وانا هصرف ده كله وعين اقسام وعين مديرين وعين ده كله، ده هيطير. يبقى اذا البروفيت اللي انا عملته الفتره اللي فاتت دي كلها هيحصل له ايه؟ هيتاكل. فخلينا زي ما احنا، خلينا زي ما احنا، بيحصل كولابس. وده ساعتها الحته اللي انا كنت عايز اضيفها، انه امتى انا كستارت اب او كشغل الاستراتيجي اللي حضرتك قلتها اللي هي الديفنسيف، ان انا اوصل للليكويديشن او اروح لمرحله الريتشمنت او في النص زي ما كنت بتكلم على كده. انه انا محتاج اعرف امتى دي حيطه موجوده از ستارت اب او كشغل. انا اشعر ان هو الموضوع عامل زي الباور، انا بزق في حيطه وديستنس. هل انا لما زقيت في الحيطه دي اتحركت ولا لا؟ هل انا في جروث زي ما حضرتك بتقول وفي تطور؟ عدد الموظفين، عدد العملاء عندي بيزيد، العملاء زي ما كنت حضرتك بتقول بيشتري او بيتحول من كاستمر لكلاينت ولا لا؟ لو في الثلاث اربع حاجات دول يبقى انا ماشي صح. مفيش الثلاث اربع حاجات دول، دي بقى ديترمينيتس بقى اهي. مفيش يبقى بيع بقى، صح؟ او اقفل الستارت اب او اليكويديت. بس انت عاده مش هتفكر بالطريقه دي وانت ستارت اب. مفروض وانت ستارت اب لو شغال صح وبروفيشنال المفروض يحصل لك جروث وتتحول من سمول او مايكرو اورجانيزيشن او استابليشمنت الى سمول الى ميديوم الى بيج، صح كده؟ انما لو انت لسه ستارت اب وبتفكر في الليكويديشن معناه فشل ذريع، انت اساسا محدش. لا هم مش بيتكلموا في ليكويديشن زي ما حضرتك عارف، هو بيدور على اكزيت استراتيجي، ان حد يعمل له اكوزيشن من البيج نيمز او من برضه بيبيع او الانكيبيتورز. يبقى فشل، ده فشل. لا في الاكزيت استراتيجيز هي مش فشل. انا كنت عايز اقول لحضرتك لو ليكويديشن صح طبعا انا وقفت البيزنس، ما عادش ليه وجود، انا مش كذا، ما عادش ليه وجود. واخد بالك؟ لكن جزء من او يعني انما كجزء من الانفستمنت انت عايز تبيع عشان تحقق بروفيت من الليكويديشن، وبعد كده تخش في انفستمنت جديد بتعملها جديد. دي افكار بتعملها كتير من تسمع عن الهولدنج كومبانيز. الهولدنج كومبانيز دي عباره عن ايه؟ عن هيد، اوكي، تحتيها مجموعه من الشركات. دي بتعمل ايه؟ بتاخد شركات صغيره تنميها وتبيعها، تاخد فكره جديده تبنيها وتبيعها. فهي بتشتغل نوع من ال buy and sell with reinvestment continuous. فده نوع من الانفستمنت المستمر بدون سبيسيفيكيشن، بدون برودكشن محدد، بدون لاين واضح. هو ده الاستراتيجي بتاعهم، اشتري نمي بيع، اشتري نمي بيع، وهكذا. ودي كتير من الشركات حتى الكبرى بتعملها. عندي سؤال في الجزء ده. معنى بعد ما احنا وصلنا لانواع الاستراتيجيز وعرفنا بنطبقها امتى وازاي، ورحنا للتقييم الكي بي ايز والابريزل في اخر السنه، ثم البالانس سكور كارد واتكلمنا عليه ببساطه، يعني هل في مرحله بعد كده؟ وعشان اسال على هل بقى في اخطاء شائعه، هل في بعض المس يوز بقى للاستراتيجي او اخطاء احنا بنعملها واحنا بنعمل الخطه الاستراتيجيه؟ اتفقنا. انا حقيقه انا مبسوط كده، انا كاني اخدت كورس في الاداره الاستراتيجيه من الالف للياء. بالظبط، ده صحيح. اتفقنا ان في حوالي 90% من اللي بيعملوا خطط استراتيجيه بيفشلوا، صح؟ اذا مش كل الناس بتنجح. الفشل ده نتيجه ايه؟ نتيجه اخطاء في التطبيق. انا لما اجي اطبق لو ما حطيتش بشكل واضح مين بيعمل ايه امتى وفين ليه وازاي وبكام، هفشل. لو ما بعتش الفكره في المايند سيت بتاع الموظفين بتوعي عشان يطبقوا الاستراتيجيه اللي انا عايزها وبقوا مقتنعين بيها وحابينها وكانوا مشاركين في البلان، يحصل ريزيستنس. واذا حصل ريزيستنس هيحصل فيلير في الخطه الاستراتيجيه، انها مش هتتعمل بالشكل المظبوط. والريزيستنس على فكره احد اكبر الاسباب في فشل الخطط الاستراتيجيه. طب ايه اسباب الريزيستنس نفسه؟ يعني ليه الموظفين نوت شيرنج جات له بالباراشوت؟ جات له في اسباب تانية. جبنا الدكتور احمد. يا دكتور احمد انت راجل خبير استراتيجي،
اعمل لنا الخطه الاستراتيجيه بتاع الشركه. تمام، عملها لوحده بعيد عن الفريق. بالظبط كده. وجيت اتفضلوا الخطه الاستراتيجيه، اتوزعت على الشباب، نفذوا لنا الكلام ده يا اخوانا، محدش فاهم اي حاجه. بس في اسباب برضو تانية، لان الموظف بيرفض التغيير يعني. ما هو رفض التغيير homogeneity. اسباب عديده. صح. الهوموجينيتي، ان هو حاسس ان انا مستقر، اعمل لي حاجه الكمفورت زون، قاعد في الكمفورت زون، هتيجي تغيرني ليه؟ اذا ما فيش فايده مباشره عليا. اذا من اسباب عدم التوعيه وتوضيح البنفيتس اللي هتعود على الموظف نفسه قبل المؤسسه، لازم يقاوم، ينفذ ليه حاجه هو مش عارف عنها حاجه ونزله من السبب. ثانيا، خايف ان هو يحصل له فايرنج، يفقد وظيفته. يقول لك انتوا بتدخلوا استراتيجي جديد، دخلوا تكنولوجي جديده عشان تستغنوا عننا. واعتقد سعادتك اكيد سمعت الموضوع ده كله، خد بالك. فده اسباب الخوف من يفقد، انه يفقد وظيفته، يفقد اللي هي وظيفته. فور مي. طبعا انا هستفيد ايه من اصلا التغيير ده؟ اكزاكتلي. واخد بالك، ده ريزيستنس، انما ده انت هتمشيني وهفقد وظيفتي، فاطبق لك اللي انت عايزه ليه؟ عدم الوعي، عدم الاويرنس بالفوائد اللي هتقول. كل دي حاجات مهمه اعرفها كمدير عشان لما اجي اعمل نيو استراتيجي او اطبق. برافو عليك، لازم خد بالي منها مع بالظبط مع الناس، لازم تبقى انفولفد واوير وفاهمين وليه وازاي كل الكلام ده، عشان لما يجي يطبق. بص، انت لما بتشارك في عمل حاجه بتحس بالنوع من الايه، من الرياليتي ليها، وتبقى حريص والكوميتمنت انك تنجحها، وتبقى براود تقول انا شاركت في نجاح المؤسسه الفلانيه، شاركت في الخطه الاستراتيجيه بتاعتها، غير انك تبقى في النهايه مجرد اكسكيوتر. طب ايه الاخطاء الثانيه ننفذ لحاجه انت عملهاش. الاخطاء الثانيه عدم دعم الاداره. هي اصلا الاداره لازم تبقى مشاركه اصلا في الخطه الاستراتيجيه، لازم لازم يبقى لازم كوميتمنت تجاه. ايوه، بس ما عملوش ايه، كونتينيوس سبورت يشاركوا في الاول وسابوا الموضوع. فالريزيستنس من الموظفين ممكن تبوظ الموضوع، فلازم خلاص يفضل معايا سبورت. هيقول لك اوبليجيشن عليهم. المدير فقد شغفه بالموضوع، فاحنا هتعمل ايه اذا كان هو نفسه ما بيسالش؟ فاهمني؟ يبقى فقدان الكونتينيوس سبورت مهم. من اهم الاسباب بقى الاخطر فاينانشابيلتي. هي الخطه الاستراتيجيه دي تطبيقها دي مش محتاج فلوس، مش محتاج بادجت. هو انت قاعد بس تعمل، وبعدين ساعه ما نيجي نصرف تقول ده كتير، ده فلوس، لا مش هقدر ادفع ده كله، لا نراجع نفسنا، طب حاولوا تخلصوا. يبقى عدم توفير الفاينانشال سبورت من الاداره العليا قاتل للاستراتيجيه. انا عايز اقول ساعتها ان انا مريت بالتجربه دي تحديدا مع احد الشركات في مجال الديفلوبينج للريل استيت والتشطيبات. فحقيقه بعد ما دخلنا كاستشارات، احنا في سي او جروب بيجي لنا كونسلتيشن للشركات في مجال الماركتنج او في الاتش ار، او حتى لو عايزين نعمل فاينانشال دراسه جدوى بشكل عام ليهم يعني. فكان الموضوع مركزين اكتر على الماركتنج والاتش ار. خلاص احنا محتاجين بقى الشغل بتاع الماركتنج وهم عايزين يعملوه بشكل بسيط، لا احنا عايزين ننتشر اكتر على السوشيال ميديا، عايزين يبقى في تواجد لينا ونعمل ريلز مختلفه. عايز اعمل ماركت بنتريشن، عايز اروح كمان لبرودكت ديفلوبمنت، اقدم المنتج بتاعي كديفلوبر بشكل اصلا مختلف. اشتغلنا حوالي 2 أو 3 وبعد كده هو لقى ان اذا انا ما كنتش في الاول بصرف، انا معتمد على ان اجيب مشروع و2 و3 ما بسوقش، فلقى ان التسويق غالي، لقى انه انا التصوير غالي، لقى ان الموظفين عشان يشتركوا اكتر في التصوير بقوا محتاجين حته بنفيتس صغيره ياخدوها اصلا قصاد ده. فحس انه لا انا كنت شغال كويس، وبعدين كمان بقى عايز النتيجه اون سبوت، مش قادر، مع ان هو شايف قدامه يعني هو نفسه عنده. لما نيجي نعمل له كومبيتيتور اناليسيز ونقول له كل دول منافسين بالنسبه لك شغالين اون ديلي بيز، بينزلوا فيديوز وبينزلوا منتجات مختلفه او غيره، فهو بيظهروا في السوق وبيصوروا، فانت عشان وعندهم بقى عملاء كتير، انا عايز اجيب العملاء من غير مصرف المصاريف دي، لا هو مستحيل. ازاي هتحصد الفاينانشال بدون ما تزرع؟ بالظبط. وقف، ودلوقتي بقى هو محافظ على الورد اوف ماوث وال2 3 عملاء اللي بيجيبهم في الشهر وخلاص، لكن ما قدرش برضه يوصل ل 15 20 عميل. ولحد امتى؟ بص، الحمد لله لسه شغال. بس عايز اقول لحضرتك ان في نفس الشركه في نفس المجال قفلت. ده كان بروجكت كنت شغال عليه من حوالي 4 سنين، نفس الفكره، اشتغل شويه وقف،
وقال لك انا خلاص معتمد على اللي موجود عندي بدون مبالغه. هي الاثنين فلوس. الفاوندرز دلوقتي لازم. حد شغال في دبي وحد شغال في السعوديه. حبيب قلبي عشان انت في ريد اوشن ماركت، انت واقف بس اللي حواليك مش واقفين، واللي حوالين عايزين ياكلوا منك الماركت شير اللي انت واخده، وبالتالي انت هيحصل لك ديمارشنج لانك ثابت مكانك ما بتعملش اي حاجه لحد ما تختفي. والامثله كتير حصلت في شركات انترناشونال. لا انا بتكلم في كبير. شركات السوق المصري، فما بالك وشركه صغيره وشركه صغيره بالظبط، وكتير ليه؟ لان ما عندوش فيجن. يعني كلنا تحت خطر ان احنا نعمل ليكوديشن. بص، فلازم ما فيش استراتيجيك ثينكينج كويس. انسى. هو الدواء الاساسيه ان انت كليدر يبقى عندك استراتيجيك ثينكينج، لان هو ده البذره بتاعت الاستراتيجيك بلاننج والاستراتيجيك ديبارتمنت. طريقه تفكيرك استراتيجيك يعني ايه؟ بتفكر باللونج تيرم، تفكر عن بعد، انا بعد كذا سنه هبقى ايه وعايز اوصل لايه، فالمفروض اعمل ايه. ده الاستراتيجيك ثينكينج. طول ما انت بتفكرش في الطريقه دي وبتفكر في يومك، وانا حصلت قد ايه ودخلت قد ايه وكسبت قد ايه والنهارده وبكره ربنا يسهل، ولا الشهر ده ربنا يسهل وخلاص، انت ممكن تفضل واقف مكانك. انا عايز ادي مثال يعني مختلف بقى شويه عن البيزنس، وان كان هو داخل البيزنس برضو، يعني لو تسمح لي في الجزء ده. حضرتك قلت على 4 نقاط في البالانس سكور كارد، يعني بصراحه مميزين جدا، يعني احب اسمعهم من سعادتك تاني عشان ادي المثال. قوي. ايه هم ال4؟ الفاينانشال، وده كان القديم، والمفروض بقينا بنركز على اكتر من كده. بالظبط. تاني حاجه الكاستمر ساتسفاكشن، كاستمر ساتسفاكشن، الجروث اند تريننج اوف ذا امبلويز، والبروسيس، انترنال بروسيس، الاس او بي، والبروسيجر. يس. ال4 حاجات دول بصراحه جم في بالي 3 امثله، بس هم بقى في مجال الرياضه، في مجال كره القدم. طبعا دلوقتي كره القدم ما بقتش مجرد لعبه ترفيهيه، ده بقى بيزنس ايكونوميك بشكل غير طبيعي. وانجلترا طبعا ميزه يعني نجاح الدوري الانجليزي معتمد على انه اصبح في شركه استثماريه عملاقه بتدير الدوري الانجليزي، وكانه منتج وخدمه بنقدمها للعالم كله. هو ده الفرق ما بين الشوط اللي قطعه الدوري الانجليزي كشركه، وما بين الشوط اللي موجوده في الدوري الاسباني. فرق شاسع ما بين الاثنين. لكن المثال بقى بيروح لمانشستر يونايتد دلوقتي، واحنا بنتكلم وقت وجود السير أليكس فيركسون، واول ما بدأ انه يمسك الفريق ساعتها الاداره لا نتائجه ما كانتش كبيره، نتائجه ما كانتش قويه. فلو هنقول ان ده من ناحيه الفاينانشال، لو هنربط الموضوع ده بانه بيكسب ماتشات او غيره، وما بصوش لده بس، لا يعني كانوا حاسين انه بيبني منظومه كبيره، ان اللعيبه حتى لو دلوقتي اللعيبه في كام لاعب او 2 رافضينه، لكن لا، اللعيب في لعيبه تانية الماجوريتي اللي هم الترينيز والموظفين حاسين ان لا، الراجل ده عنده فكر، عنده تفكير، هيقدر اصلا يعمل حاجه. الاس او بي بتاعه كويس، الراجل بيبص على الاكاديميه الشباب وبيركز عليها، اسمه ايه ده، نوعيه المدربين اللي بيجيبهم، صحيح، الفريق الفني والطاقم الفني بتاعه بالظبط كده اللي بيعملها، الراجل ده شغال صح. فلو اتكلمنا بس في الهدف بيكسب ولا ما بيكسبش، ما كانش هيكمل. ده دلوقتي ستير أليكس فيركسون يعني عمل حقبه عظيمه. هايل. وده معناه ايه؟ يعني بص، نجاحه مرتبط باللي انت بتقوله بالظبط. ال4 البالانس سكور كارد. مش بس كده، الاداره العليا عندها صاحبه القرار، عندها ثينكينج استراتيجي، برافو عليك، والسبورت، وادوا له الباور. يقول نفس الاداره، بالظبط. عايز نفس الاداره بقى وقت المدرب اللي هو الهولندي اتشال. مش عارف اسمه يعني، اتشال وما كملش. هانج اظن. صح. ده اتشال. فهو نفس الاداره. الناحيه الثانيه برضو، والارسنال مثلا، ودلوقتي مين المدرب بتاع الارسنال؟ ارتيتا يعني احنا بنتكلم واخد دعم رغم انه بقاله 5 سنين بيحاول ولسه ما عملش حاجه، لكن اس او بي قوي طبعا. طب السبورت قوي جدا، الامبلويز مبسوطين وفي ساتسفاكشن عليهم عليهم بالظبط. الفاينانشال لسه ما جابش ارقام او لسه ما جابش بطولات اصلا بس كبيرة. جاي صحيح، لانهم شايفين عندهم الرؤيه وعندهم الاداره العليا سبورتنج. عشان كده بقول لك كل حاجه في الاداره العليا. لقيت الاداره الاستراتيجيه كمان دخلت في الكوره وفي بيزنس وفي البيزنس عندنا، وقلنا ان الاداره الاستراتيجيه دي كمان اصلا ينفع اطبقها عليا كفرد بالريسورسز بتاعتي، طبعا. بالجولز، بالفاليوز، بالفيجن بتاعتي، اوصل لها ازاي، الاستراتيجيز موجود. في نقطه جت في بالي، انت ذكرت البي سي جي، اوكي،
وهي احد ادوات تحديد الاستراتيجيات، صح؟ البارامترز المعتمد عليها البي سي جي ايه هي؟ لان ده برضو من المفاهيم الخاطئه اللي كتير بيقعوا فيها. هي معتمدة على تو بارامتر، الاكس والواي بتوعها هم عبارة عن ايه؟ عبارة عن الاندستري سيلز جروث في الماركت و الريلاتيف ماركت شير. كويس. انا ببيع قد ايه واخد من السوق قد ايه. هايل. This is the common mistake. كويس انه مش الاتنين دول بس. لا، الكومن ميستيك التاني، الريلاتيف ماركت شير ليس معناه واخد من السوق قد ايه، وده الكومن ميستيك المنتشر. الماركت شير بس هو انا واخد من السوق قد ايه، لكن الريلاتيف ده موضوع تاني. comparing to ايه او مين. اكزاكتلي، برافو عليك، كويس. فهنا فرق كبير بين الحالتين، لان انا ممكن ابقى حجم الماركت 100 اكس، انا واخد ماركت شير 20 اكس 20%، صح؟ هبقى 20%. لكن ما معنى الريلاتيف ماركت شير؟ وبقارن نفسي بمين؟ الحقيقه I compare myself to the market leader. كويس. الماركت ليدر واخد قد ايه؟ واخد 50%، فيبقى my relative market share قد ايه؟ 20 ل50 يعني 40%. يبقى الريل relative market share بتاعتي، لانه اوريدي نمبر 1 واخد 50 انا كده حلو على فكره من الماركت. طبعا انت واخد بالك. اما لو سؤالي بقى عشان انا اكون فهمت انا حضرتك، لو انا واخد 20 او لو انا واخد 20 بس في حوالي 6 تانيين، صح كده؟ وبالتالي كل واحد واخد اقل من 10%، يبقى انا كده افضل، صح؟ هبقى انا الماركت ليدر. صح كده؟ هبقى انا واخد 100% من الماركت. مع ان الماركت ليدر في الحاله الاولانيه كان 50%. برافو عليك. شوف انا بقيت، فانا كده افضل كمان. طبعا انا الماركت ليدر، خلاص الكل الكل بيقارن نفسه بيا. يعني النسبه مش هي اللي بتقيم نجاحي بحد ذاتها، لا، ان انا 20 ولا 50 بالظبط خالص. ايوه. مين الماركت ليدر؟ وبالتالي ماي ريلاتيف ماركت شير بالنسبه له قد ايه، والاندستري نفسها ماشيه ازاي، صح؟ هل الاندستري حصل لها جروث، بتتحرك بشكل كبير، ولا راكده، ولا بتقل؟ ليه؟ لان ده في النهايه مع ماي ريلاتيف ماركت شير اللي هيحدد البوزيشن بتاعي، يا ترى انا ستار ولا كاش كاو ولا كويشن مارك ولا دوج. يعني في كل برودكت تايب من دول اصلا انا بشوف الريلاتيف ماركت شير بتاعي. طبعا بالظبط كده، مش الماركت شير، الريلاتيف ماركت شير. ليه؟ لان في النهايه انا بحدد بوزيشننج ليا مع المنافسين، فلازم اقارن نفسي بمين؟ بالكومبيتيتيف ماركت، مش للماركت كله. انا مالي ومال الماركت كله، انا يهمني الكومبيتيتيف بتوعي ومين الماركت ليدر، وبالتالي ما ريلاتيف ماركت شير ليه قد ايه، لان الماركت ليدر هو البنش مارك بتاعي، صح؟ وبالتالي انا بشوف انا بالنسبه له ايه من هذا الماركت. انما لو عايز ابص بس على ماي ماركت شير، خلاص هبص على التوتال ماركت. انما مش ده اللي بيحصل وانا جاي ادور على البوزيشننج بتاعي بشكل سليم وبعمل استراتيجي. لازم ابص على الريلاتيف ماركت شير مع الاندستري جروث. فدي بس نقطه حبيت، لان فيها كومون ميستيكس وخطا شائع كبير، ومحدش عارف يفرق بالظبط ما بين الماركت شير والريلاتيف ماركت شير. يعني بالشكل ده احنا يعتبر في البودكاست ده اتكلمنا على كورس متكامل تقريبا، ميني كورس متكامل بالظبط. فشكرا جزيلا على الجزء ده. وتعقيبا او يعني اجمالا للي اتكلمنا عليه، احنا قلنا عشان يبقى عندنا خطه استراتيجيه بننفذها لازم نبقى عارفين الفيجن بتاعتنا، ثم الميشن، ثم الفاليوز، وحدد طبعا الجولز والاوبجكتيفز بتوعي. دي بقى دي اول مرحله. المرحله الثانيه اللي بعد كده انا ببقى مرحله الداتا فورميليشن، او مرحله ان انا تكوين الخطه نفسها. فاعمل انترنال اناليسيز للبيئه، واعمل اكسترنال اناليسيز تحليل خارجي، واعمل كومبيتيشن او كومبيتيتيف بروفايل للمنافسين. مظبوط. اجي بقى المرحله اللي بعد كده الفورميليشن، انا بشوف ايه هي الخطه بتاعتي، ولا اسمها لا الماتشنج ستيج، الماتشنج ستيج، عشان اشوف انهي استراتيجي مناسبه بالنسبه المناسبه للظروف بتاعتي. صحيح. وطبعا المناسبه مش الافضل،
exactly. ان المناسبه هي الافضل، الاستراتيجيه الافضل هي الافضل. لكن ليس الافضل هو المناسب. وطبعا الكونسبت اوف فلاي ويل اللي اتكلم عليه في كتاب جود تو جريت، انه الخطه الاستراتيجيه هي دايناميك بروسيس موجوده، مش مجرد خطه بعملها وانفذها، ان بعدل عليها دايما exactly. وبشتغل عليها بشكل كبير قوي. بالظبط. ثم بعد، وطبعا انواع الاستراتيجيز قلنا انه اول حاجه الجراند استراتيجيز اللي فيهم انسوف ماتريكس، ماركت ديفينيشن، الجروث استراتيجيز، ثم الانتنسيف استراتيجيز اللي هم الانتجريشن فورورد وباكورد وهوريزونتال، ثم اللي بعد كده الكومباتيتيف اللي اتكلم عليهم ماركت بورتال، وبعد كده الديفنسيف استراتيجيز، وخرجنا بعد كده لمرحله الامبلمنتيشن. لازم يكون معاها الكي بي ايز، وقلنا وابريز الموضوع ده طبعا، او يبقى في ابريزل بشكل عام. قلنا طبعا الكي بي ايز والابريزل، والاهم والبالانس سكور كارد. اتكلمنا طبعا على مانشستر يونايتد والارسنال، واخيرا قلنا بعض الاخطاء الشائعه اللي موجوده في تنفيذ او تطبيق بتكون سبب في فشل الخطط الاستراتيجيه رغم عملها يعني. ده صحيح. طبعا اتكلمنا في الاول برضو على فكره ان الاداره الاستراتيجيه والخطه الاستراتيجيه ممكن اعملها لنفسي انا كفرد واطبق عليا، ويبقى الفاليوز بتاعتي ايه، وهدفي او الفيجن بتاعتي ايه، والريسورسز بتاعتي، وايه الاستراتيجيات اللي موجوده. احب اضيف في الجزء ده حاجه كنت دردشت مع حضرتك فيها قبلها برضو في كتاب جود ستارت، انه جيمس كولينز كان بيتكلم على يعني كونسبت الكونفوز، انه بيفرق ما بين، او مثل يوناني بيفرق ما بين الثعلب وما بين القنفذ. ان الثعلب ذكي، بيعمل استراتيجيات كتيره، بيحاول مره واتنين سريع، يعمل حاجات كتير عشان يوصل لهدفه، لكن القنفذ ما يعرفش يعمل غير حاجه واحده، او دي نقطه قوته. فهو طبعا ما بيقولش انه انا افضل ثابت على استراتيجيه واحده، لكن بيحاول يقول ان انا مش شرط اعمل كل حاجه، بس لازم افوكس افوكس عشان اقدر اوصل يعني. فبيقول ان الانسان عشان يطبق مفهوم الاداره الاستراتيجيه في حياته، هو لازم ياخد كروس سكشن ما بين 3 حاجات، قطاع ما بين 3 حاجات. اول حاجه الباشن، حاجه اللي انا بحب اعملها، ممكن اعملها بدون مقابل. حضرتك تقول لي قبل كده انا احب ادرس وافيد الناس وانقل خبرتي العمليه، واضيف وازود خبره الكتب، او انقل خبره الكتب مع الخبره العمليه. دي حاجه انت بتحب تعملها حتى لو هتاخدها او تعملها بدون مقابل. واتطبقت على فكره واتعملت يعني. طبعا. رقم 2 بعد الباشن هي الايكونوميك انجن. الحاجه دي ممكن تجيب لي فلوس ازاي، او ايه الحاجه اللي لما اعملها. ما هو ده الاستراتيجيك بلاننج بقى. صحيح. هو الكتاب بما انه ليدرشيب سكيلز، لكن رايح في جوهره رايح للاستراتيجيك ثينكينج اللي كنت بشرحه يعني. رقم 3 بقى بعد الايكونوميك انجن الكابابيلتي، حاجه انا بقى زي ما حضرتك شرحت، مش مجرد سكيل، ده تتحول ليه كومبتنسي. فرقم 3 انه حاجه برضو ما بعرفش اعملها بس لمجرد بعملها حلو، لا انا جود تو جريت ان انا اعملها بشكل عظيم. الكروس سكشن ما بين ال3 حاجات دول، ده اللي المفروض اعمل فيه شركه، ده اللي المفروض اشتغل فيه، دي الوظيفه اللي المفروض اجري عليها عشان انجح. بالظبط. يعني بنشكر سعادتك على العفو. لي انا سعدت بوجودي معاك وتشرفت واستفدت الحقيقه. ثانك يو فيري ماتش. ميرسي جدا. لو صراحه كان بيزنس شوت زي ما بنقول، مش خفيف بقى، لا ده دسم، بس في نفس الوقت كمان كان ممتع. بنشكر حضرتك جدا على الله يخليك. نتمنى انه الوقت ده كان ممتع بالنسبه لكم وخفيف عليكم، ومنتظرينكم ان شاء الله باذن الله في بيزنس شوتس كتيره ومختلفه مع خبراء وبروفيسورز ورجال اعمال وبيزنس اونرز يقدروا ينقلوا لنا الاكسبيرينس بتاعتنا ونضيف ليهم كمان العلم، ومنتظرينكم في بيزنس شوتس كتيره مختلفه. شكرا جدا ليكم.